السلام عليكم. حياكم الله الاخوات والاخوان، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير. غادي ندير واحد لا رياكسيون على هذا الفيديو ديال امين رغيب بعنوان امين رغيب واش 6000 درهم كافيه تعيش بها في المغرب. هادشي غالبا اللي غادي يقول سي امين رغيب. انا من الناس اللي تيعجبني لي رياكسيون على لي فيديو يكونوا سبونطاني. دونك الفيديو راه ما شفتوش انايا، يلا غادي نشوفو معكم، نتوكلوا على الله. زيد السي امين شنو غادي تقول لنا؟ الاجابه على الاسئله. بطبيعه الحال كنسولني في السيمانه اللي فات واحد السؤال، واحد السيد قال لي واش غنقصوا لك شويه الصوت واش السي 6000 امين، درهم غنقصوه. ممكن نعيش بها؟ غادي نقصوا لك شويه الصوت السي امين، القضيه عندك راه حامضه. غادي نقصوا لك شويه الصوت واخا. تفضل. وجاوبته انها ممكن لا تعيش بها بزاف خورتك ولكن بزاف. قاصحه. صبر السي ابراهيم، صبر السي امين، ما تضربش. تفضل. كاين الناس اللي قال لك حنا عايشين ب 2000 درهم، كاين اللي طبعا قال السي امين 1300. هذا انا ديما شفت فيه ديك اللعيبه ديال كان سولني واحد السيد، جا عندي واحد السيد وقال لي، استشرني واحد خونا، دخل لينا في الموضوع ديريكت السي امين وطلق علينا الفهمات ديالك، فهمتيني؟ هادشي اللي كدير راه فهمات بدا تفهمي علينا. زيد السي امين، حنا راه تنتقبلوا هادشي هذا بلا ما نقول لنا ديك اللعيبه ديال جا عندي واحد السيد وجات عندك واحد السيده وسولاتك، سولوني في الخاص، وديك ديك الهضره ما تقولهاش لينا السي امين، راه ما جاتش كاع، فهمتي؟ الا سولك هذاك السيد راه غتكون غالبا جاوبتيه في الخاص ولا جاوبتيه بينك وبينه. ما كاينلاش تجي لنا حنا دير لينا هذا الفيلم، ما تجيش وتقول لينا سولني واحد السيد ولا سولتني واحد السيده، يدخل لينا في صلب الموضوع السي امين. يلا. التعليق في صفحات اخرى على هذاك الفيديو اللي تبارطاجا. وبغيت نوضح واحد المساله قبل ما نبدا نجاوب على الاسئله. شوف الاخوان، واحد تيقول انا عايش ب 2000 درهم 3000 درهم الى غير ذلك. الحياه ملي كتعيش، ملي كتقول انا انسان عايش في الحياه، كاين واحد الهرم نتمنى انكم تمشيو تقراو عليه، سميتو هرم ماسلو. وهذا هرم ماسلو كيحدد الاحتياجات الانسانيه. وبطبيعه الحال الا مشيتي للهرم ديال ماسلو غادي تلقى اول حاجه هما الاحتياجات الفيزيولوجيه. بلاتي السي امين، بلاتي السي امين، واخا غادي نشوفوا هذا هرم ماسلو. السي امين كيقول لنا شوف لينا هرم ماسلو. هرم ماسلو، نشوفوا هرم ماسلو شنو كيقول. هاكاك ايماج. شو هذا زوين. استغفر الله. واخا هادشي ما فينا ما يبدا يكبر فيه ولا يصغر فيه، هو هذا واخا ما عليناش. هرم ماسلو نعم سيدي، اللي ما تعرفوش فيه في التحت الحاجات الجسديه، الحاجه للامان، الحاجات الاجتماعيه، الحاجه للتقدير، الذات، الحاجه لتحقيق الذات هي الاخرى، الحاجه الجسديه، الحاجات الحاجه للامان، الحاجات الاجتماعيه، الحاجه للتقدير، الحاجه لتحقيق الذات. مزيان السي امين، هو شفناه، واخا غادي نرجع عندك. زيد. احتياجات هو الاستاذ راجيوس كيدير علم النفس، راه هو غادي يكون طيار. كاين الاحتياجات الفيزيولوجيه، وبلا ما نشرح شنو هما الاحتياجات الفيزيولوجيه للانسان. الاحتياجات الفيزيولوجيه للانسان راه باينين، هو الماكله والشراب وحاجه اخرى راكم عارفينها، هادو هما الاحتياجات الفيزيولوجيه. ف انت كانسان بطبيعه الحال غادي نضطر نزربك شي شويه السي امين، غادي نزربك شي شويه حيت باين غادي دير لينا هنايا، غتعطلنا شي شويه. 1.25 زيد كاع. يمكنش ليا انا نبقى عايش غير باش نرضي الاحتياجات الفيزيولوجيه ديالي، لانني انا انسان، انا ماشي كائن باش ما نعطيش شي اسم اخر، كائن حيواني، كائن حيواني السي امين. علاش قولها؟ في كاين المشكل؟ فعايش على كوكب الارض، لان هذوك الكوائن اللي عايشه على كوكب الارض اصلا هي محققه. الجزء الاول من هرم ماسلو اصلا هي كتقدر تلبي الاحتياجات الفيزيولوجيه ديالها، كتقدر تاكل وتشرب، يعني بلا ما تخدم الضرب تماره، عارفين.
ولاش تعصبتي علينا اخويا امين؟ علاش اصاحبي تعصب علينا دابا؟ ها هو هرم مصلو دخلنا ليه، قلتي لينا دخل الهرم مصلو، ها هو دخلنا ليه، وبغيت تبدا لينا من تحت الحاجات الفيزيولوجيه مزيانه، وما تعصبش علينا اخويا امين. انت ملي كتقول لي انني انا بغيت 2000 درهم وهذا كلشي غلا. دابا باش نكون واضحين، راه ما كاينش اللي غادي تسولو شحال باغي تخلص وغادي يقول لك 2000 درهم، فهمتي؟ هادشي اللي كاين، ما كاينش اللي غادي تسولو غادي يقول لك اودي راه 2000 درهم انا باغيها 2000 درهم، راه ما كاينش. دونك السي امين، الناس الا تيقول لك 2000 درهم كافيه انا وعايش بها وكذا، راه تيصبر راسو، هادي راه شي حاجه باينه. هو راه السؤال اللي كيطرح نفسه واش انت راضي على 2000 درهم، غادي يقول لك لا. ولكن راه هادشي اللي عطا الله اخويا امين، راه كاينين شي ناس راه هذاك هو جهدهم وداك الشيء اللي عطاهم سيدي ربي، فهمتي؟ القدرات الذهنيه ديالهم والتجارب اللي عندهم في الخدمه، وداك الشيء اللي كاين. واش غادي تهز شي واحد ما عنده لا ديبلوم لا والو صاحبي بشحال يتخلص البوفري بشحال، فهمتي؟ زيد. لا كلشي غلا، كلشي غلا، حتى حاجه، اللحم غلا، الدجاج غلا، هذا غلا. اذا كيفاش غادي كيفاش غادي تقول لي انني ما كنقدر نعيش لانك باقي عايش سميتو؟ والاستقلال الفكري ديالك كيكون عن طريق الاستقلال المادي ديالك، حيت انت ملي كتكون باقي كتاخذ، الله يسهل على الجميع، حنا دابا غير تناقشوا هذه النقطه، تنشارك معكم واحد وجهه نظر، واحد طريقه تفكير، تقدروا تكونوا متفقين معايا، نقدر نكون هيطر كاع، ونتمنى نكون هيطر كاع. حيت ملي كتكون باقي تتقاتل على واحد لو سالير اللي غيخليك غادي مع الدنيا هكا، راك انت باقي ما يمكنش تكون عندك استقلاليه فكريه. علاش هادي ما غاديش نتفق معاك فيها السي امين، فهمتيني؟ ما عمر الدخل ديال الشخص ولا الحاله الماديه ديالو عندها علاقه بالاستقلاليه الفكريه ديالو، لا فاصون ديال الانسان كيفاش كيفكر، ولا الطموحات ديالو، ولا الفلسفه ديالو في الحياه، ما عندهاش علاقه بالدخل ديالو، فهمتيني؟ راه كتلقى فلاسفه كبار وعلماء كبار كانوا حازقين بهذا المعنى هذا، مكاينش عندهم شي فلوس كبيره ولا شي حاجه. بالعكس اغلبيه ديال العلماء، سيرتو العلماء ديال الفيزيك والماط وداك الشيء، تيكونوا هبيل، ما باغي والو اصلا، فهمتيني؟ غير هداوي غادي في هاد الحياه هادي. ما تزربش علينا بهاد اللعيبه هادي، الله يجازيك بخير. زيد. ما يمكنش تكون عندك الاستقلاليه الفكريه؟ لان الاستقلاليه الفكريه بشكل او باخر من واحد الناحيه راه مرتبطه بالاستقلاليه الماديه، لانه انت الا ما كانش عندك استقلال مادي غتبقى ديما كضرب دمار باش ترضي الاحتياجات الفيزيولوجيه ديالك، يعني عمر الفكر ديالك ما غيزيد لك قدام، عمرك ما غتشوف هذه الحياه بواحد النظره اخرى. وبالتالي فانا المهم انا كنقدر الناس اللي كيشوفوا الحياه بواحد الطريقه ديال تياكل ويشرب ويتوالد فقط، هذه هي بالنسبه ليه الحياه ويحمد الله على ذلك. وراه ما يمكنش السي امين، نرجع عاوتاني لهادشي ديالك، راه ما كاينش اصاحبي شي واحد في هاد الحياه هادي يتعطى ليه لو شوا ما بين الحياه، رغد الحياه، ويختار هادشي اللي كتقول انت، راه ما يمكنش، راه بنادم راه ما عندوش لو شوا صاحبي، فهمتي؟ راه ما عندوش لو شوا. طريقه التفكير ديالك، طريقه الستيل ديالك في الحياه، الله يسر لك، ولكن الحياه راه فيها بزاف الحوايج اللي خاصك تعيشهم، وفيه بزاف الحوايج اللي خاصك تعيشهم باش تنمي حتى الفكر ديالك. ما تخليش الفكر ديالك مرهون بواحد القاعده في واحد الهرم وتضحك هذيك هي الدنيا، هي تاكل وتشرب وتتوالد. الحياه راه ماشي تاكل وتشرب وتتوالد. واذا كان عندك طريقه باش كتسير حياتك والطريقه باش كتشوف حياتك انك بغيتي تبقى غير في هذا الاطار هذا، لا كذلك. لا انت واحد ما تي يعني لا كنتم فاهمين على هذه المساله انت والسيده ديالك وهذا، لا كذلك. كل واحد يعيش حياته كما بغى، ولا شخص خاصو يدخل انفه في حياتك. ولكن المهم هذا غير موضوع جبدناه ونقاش. الناس اللي كيفكروا انهم مقبلين على الحياه ومقبلين على الزواج ومقبلين على انهم يديروا اسره وهذا، حاول اخي تكون عندك واحد الفكر ديال انني ما نبقاش غير في قاعده الهرم، نحاول انني تكون عندي واحد الاستقلاليه ماديه، لانه راه فعلا الا ما كانش عندك استقلاليه ماديه راه صعيب تكون عندك استقلاليه فكريه، لانه دائما ستكون في اطار التبعيه. وعندما اقول اطار التبعيه نعطيك هي مثال بسيط. بطبيعه الحال انا ماشي تنقول
عيب تكون موظف، لا مزيان تكون موظف ودير مشاريع اخرى، مزيان تكون موظف وتكون عندك واحد طريقه التفكير باش ننمي واحد الدخل معين، مزيان انها تكون الوظيفه بالنسبه لك غير واحد الطريق باش نخلي البلاصه للناس اخرين اللي تا هما محتاجين الوظيفه وندير شي مشروع ديالي ونكبروا. ولكن راه واحد الموظف اللي وحنا تنهضروا على نقطه التبعيه، ملي تكون تاخذ 6000 درهم راه غير هذاك الباترون غتخاف يجري عليك، حيت الا جرى عليك ما باقيش غتاكل. لا يا سي امين، دابا القضيه ديال التبعيه كل واحد فينا كيعيش ديك التبعيه بشكل او باخر. هذا الموظف اللي كتقول انت عنده التبعيه للباترون ديالو، راه انت كذلك. انت دابا اللي تتحل علينا فمك هنايا وكتصحاب راسك فارس زماني والملعق ديال مراكش، راه انت عندك واحد التبعيه لشي ناس اخرين. باغ اكزومبل لي كليون ديالك، فهمتيني؟ انت راه اوتوماتيكمون تابع لي كليون ديالك انت، فهمتيني؟ ما غاديش تقدر تستغنى عليهم انت. وقال لك يقول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، فهمتي؟ وتقدر تقيس عليها كما بغيتي. وفوق كل ذي غنى كاين واحد اخر اغنى منه. الا كنتي صحيح كاين واحد ديما اصح منك، كنتي بوغوس كاين شي واحد بوغوس عليك، كنتي زويونه كاين شي واحد غزاله عليك، وكذلك ومثال. فهمتينا السي امين؟ دونك هاد القضيه هادي راه ما غاديش نتفقوا معاك فيها عاوتاني. بحال هاد النوع هذا تيطلق على عباد الله الفلوس، راه خصك دير الفلوس كدا، هذا راه باغي يبيع شي وزه. هادشي اللي كاين. هذا دابا بحال هاد النوع هو وداك اللحيه داك المراكشي الاخر، داك سميتو داك السيمو لايف تاع هو بحال هاد لا ميثود هادي اللي تيستخدموا، تيبيع عليك العجل باش يبيع عليك شي حاجه. اجي راه خصك دير الفلوس، راه خصك دير الفلوس، راه طنطر او راه خصنا نديرو الفلوس. على كاين شي واحد ما باغيش يدير الفلوس، ولكن ما انت تبيع ليا والو نتايا. بغيت ندير الفلوس ولكن تقول لي دخل لهاد السيت هذا ودوك الافلام ديالك، راه ما غاديش ندخل لهداك الشيء ديالك. فهمتيني؟ هاد الناس هادو كينشروا بحال هاد الفكر هذا في المظهر ديالو، تيبان بانه هاد الناس راه باغيين لينا الخير وتنصحونا باش نخرجوا من الوظيفه ونديروا الفلوس. ولكن في الاصل هما هاد الناس هادو في الاصل هما كيكرييو واحد الناس بحال قلتي بحال غادي نشرحها. كيكونوا واحد الفكره وتيديروا ليها لي فان ديال هذيك الفكره باش يبيعوا ليهم شي حاجه، فهمتيني؟ كيكون عندك هذيك الفكره، هذيك المرجعيه ديال باغي دير الفلوس، حيت انت الا ما باغيش دير الفلوس ما غاديش يبيع لك هو داك البرودوي ديالو ولا هذيك الدوره ديالو، حيت انت ما باغيش دير الفلوس. دونك اش غادي يدير؟ غادي يكري هذاك لو بوزوان، غتولي عندك حاجه انت الفلوس والطموح ديالك غادي يبدا يترع، وغادي تبدا توسع الفكره ديالك، وغادي تبدا توسع سميتو ديالك كامله، غتولي طامع في شي حاجه كبر غتبلا بيه. اولا بعدا غتبلا بيه سيرتو دابا عندك الشباب من 25 عام لتحت تيتبلاو بحال هاد النوع هذا، تيكون عندهم طموح بغاو يديروا الفلوس وكذا، تيطيحوا بحال هاد البلان هذا، تيطلق عليهم بهاد الهضره ديالو، فهمتيني؟ تينقز من الصباح بحال فهمتي زعما راه هز البنادم الهم، هو راه ما كاين ما يهز لا هم لا توزه. تيدوي بهاد لا فاصون هادي باش يثير العاطفه ديالك، باش انت تمشي تحنقز، تمشي تتقلب على هاد الشيء ديالو، تبلا بيه، تولي تصنت ليه وديرو بحال شي سميتو بحال ايدول كما تيقولوا بالانجلي، وتبدا تقدس فيه وتبدا تتبع الافكار ديالو. باق حتى كيزرع عليك شي دوره تكوينيه، شي سيت بحال ايطورو كيما كندار شحال هادي، فهمتيني؟ وشي تويشيات اخرين. دونك الشباب ما يغركمش بحال هادشي هذا، وما ما تبقاوش تجروا بالعاطفه وهاد الهضره الخاويه ديالو. زيد السي امين. وما باقيش غادي تتزاوج، الا كنتي غتفكر انك تتزاوج، فهاد التبعيه يعني ما تقدرش تقول الاراء ديالك بكل حياديه بكل وضوح بكل احنا التبعيه. انا نعطيك غير مثال بسيط، لانه دائما غادي تلقى راسك انك عندك داك حلقه التبعيه. المهم هذا موضوع خاص حلينا وسديناه، تنغير شويه نهضر في الفكره وداك الشيء، فهمتيني؟ ممكن نطلق ولا تقد عليه على اللي بحالك انت يقدوا على الفكر. زيد عاود تزيد العينين اللي ما هو فكر بالتوزع. المهم انا كما قلت لكم الاخوان يعتبروا هضرتي كما بغيتوا. انا المهم انا شاركت معكم واحد الجانب من رؤيتي للحياه، حيت كل واحد كيشوف. خويا انا راه مشتت بزاف وكراهه الخلاص. مشتت بزاف واخا كيبان لي داز لشي سؤال اخر ما عليناش. دونك هنا غادي نختم هذا الفيديو هذا. السيد هذا
تصنت لنا واحد 6 دقائق من الهضره ديالو. أه بالينا كيدغدغ المشاعر ديال بنادم شي شويه. المهم ما تديوش عليها الخوت، راه انا بالنسبه لي المهم درنا لي كومونتير اللي غادي نديرو. والله يسهل عليك سي امين، ما تديش علينا، ما ديرهاش من نقل الصواب. حنا راه تنديرو غير رياكشن على الافكار ديالك. ربما نختلفوا معاك، ولكن ان الاختلاف لا يفسد للود قضيه. آه ما عندناش شي مشكل معاك كشخص، وانما حنا تناقشوا غير الافكار. تبارك الله عليك، وشكرا للسادة المستمعات للسادة المستمعين والمستمعات. نلقاكم في شي فيديو جديد ان شاء الله. تبارك الله عليكم.